كل مجهودك في الاختبارات اللي فاتت دي كلها، وحلمك وتعبك وسفرك من بيتك للكليه كل يوم ومن اختبار للتاني، وقبولك في الكليه نفسه بعد توفيق طبعا من ربنا ليك، مترتب على اليوم ده هو اختبار الهيئه او كشف الهيئه في الكليه الحربيه او في كليه الشرطه. انا عايزك تركز معايا كويس قوي، وتعالى كده قرب مني على الشاشه وتركز مني كويس قوي، وتنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك وتعمل لايك وتشغل زر الجرس كدعم منك ليا. في الفيديو ده هقول لك ايه اللي هيحصل معاك بالظبط في كشف الهيئه او اختبار الهيئه، سميها زي ما تسميها، وهقول لك تلبس ايه وتاخد معاك ايه، وتقول لك كل حاجه بالظبط. انا عارف اللي هو مش اوان ان انا انزل لك حاجه زي دي دلوقتي في بدايه الاختبارات لسه شغاله، بس الفكره ان انا اتفاجئت ان في ناس او في طلبه عايزين يعرفوا ايه اللي يحصل في كشف الهيئه، او ايه اللي هيحصل معاك بالظبط في كشف الهيئه، وهل السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي هيحضر معاك كشف الهيئه، او هو اللي هيعمل لك الكشف او لا، وايه الاسئله اللي هتسال لك، وايه الدنيا دي كلها. انا عارف ان انا كنت طولت عليكم في المقدمه ودي مش من عادتي يعني، بس ندخل في الفيديو على طول. مبدئيا كده يا معلم، انت بعد توالي الاختبارات عليك بتقدم في بعد ما تقدم في الكليه الحربيه وتخش من اختبار للتاني، بتيجي عند يوم اسمه الطبي النفسي او النفسي المتقدم. بعد ما تخلص النفس المتقدم بتقعد حوالي اسبوع، وبيديك ميعاد بيقول لك القيد رقم كذا كذا كذا، ميعاد كشف الهيئه بتاعك جه. بتروح بعد اكنك انت خلاص يعني، انت النهارده الكشف الهيئه بتاعك النهارده، قبليها بتكون محضر مش لابس. ركز معايا كويس قوي، انت بتحضر اللبس بتاعك ومش مش بتلبسه الا لما تروح الكليه. ليه؟ لان وارد جدا عفره تيجي عليك، كنز مثلا، حد من صحابك بيشربوا حاجه تيجي عليك، اسمع كلامه وخلاص ريحني يعني. هات غطا بدله وحط القميص الكلاسيك الابيض بتاعك والبنطلون الكلاسيك. احنا عارفين ان الكشف الهيئه بتاع الكليه الحربيه كلاسيك، لبس كله كلاسيك. فحضر لبس الكلاسيك ده يا معلم، وحطه في الحافظ بتاع البدله، وخده على كتفك كده، والبس بقى ترنج، البس بقى ازرق، البس اللي انت عايز تلبسه، وتروح الكليه وتلبس اللبس ده هناك. طيب، انت لما تلبس اللبس اللي هناك، فنفترض انك في الكليه الحربيه دلوقتي، انت خلاص غيرت اللبس بتاعك وخلاص، والوارد لو الوقت اتاخر العساكر هناك بيقدموا لكم وجبات مجانيه يعني، شويه لحمه ورز كده تاكلوا مع بعض، عيش وملح مجانيه، انا مش بهزر، الحوار ده بيحصل بجد. لو الموضوع اتاخر شويه بيقدموا لكم وجبات مجانيه. طيب، انت خلاص لبسته، بيجي اتوبيس بياخدكم من المقر بتاع اللي انتوا بتغيروا فيه لمقر الاختبار بتاع او كشف الهيئه. وارد جدا يكون في زياره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكليه الحربيه، فهو حظك ان مين اللي هيعمل لك الكشف ده او مين اللي هيختبرك في اختبار الهيئه، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب، هل بيحصل اي امتيازات في اليوم ده، او اليوم ده بيكون مميز بحاجه؟ اليوم ده بيبقى زيه زي غيره بالظبط، بس الفكره ان هيبه الرئيس نفسها هي اللي بتخضك انت وتخليك مهزوز في ثقتك في نفسك كده، فالموضوع بيبقى بيطرأ عليك انت او بيطلع عليك انت بالسلب. فانا عايزك تركز كده خالص وتهدى خالص، والدنيا الناس كلها بني ادمين ومحدش هيأذيك في حاجه، انت رايح هناك عشان انت عايز تبقى منهم. فهو ولا انت معاك سلاح ولا انت معاك مخدرات ولا اي حاجه عشان يأذوك، مفيش حاجه، مفيش اذيه خالص. خليك واثق في نفسك كده، واستهدى بالله واهدى كده وروق، وادخل باب الكليه وادخل باب الهيئه، ولا اكن حصل حاجه بالظبط، ولا السيسي يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود قدامك، مدير الكليه الحربيه الموجود قدامك، هما الاثنين لهم نفس الهيبه، وهي يعني نفس التعامل بالظبط، نفس التعامل ده. بالعكس، السيد الرئيس مثلا ممكن الرئيس السيسي هو يبقى في مناقشه كلاميه بينك وبينه، على عكس مدير الكليه الحربيه ممكن يبقى الموضوع روتيني شويه او جد شويه. لكن السيد الرئيس ممكن يكلمك بطريقه يعني وديه، او بيبقى فيه نوع من انواع الود بينك وبينه، فالموضوع مش بيبقى مرعب يعني. فانت نفترض خلاص انك لبست، اول ما تخش باب الكليه او اول ما تخش يجي عليك الدور القيد بتاعك، يجي عليك دور بتخش المقر مكتب الهيئه يعني. بتخش بتقول 3 حاجات، بتقول اسمك الثلاثي، بتقول رقم القيد بتاعك، بتقول الشعبة بتاعتك. طيب، مدير الكلية الحربية أو اللي بيعمل لك الاختبار بتاعك بيقول لك ايه موقفك من الكلية الجوية، هل انت لسه معاك اختبارات الكلية الجوية لسه بتكمل فيها، او طلعت ايه؟ بتقول له اللي انت يعني بتقول له اللي حصل معاك في الكلية الجوية ليه. طيب ليه؟ لان هو انت استحالة تكون وصلت كشف الهيئة الا لما تكون اترشحت الكلية الجوية. ده ليه؟ طيب لان اللي بينجح في تاني يوم طبي بيترشح الكليه الجويه. ده اللي معناه ايه برضو؟ طيب، بما انك نجحت تاني يوم طبي يبقى انت نجحت في كشف قاع العين. كشف قاع العين ده بيبقى في تاني يوم طبي في الكليه الحربيه. فانت ما دام نجحت في قاع العين يبقى انت كده بتترشح الكليه الجويه.
بتخش الكليه الجويه ممكن تسقط من اول اختبار وممكن تكمل الاختبارات كلها. فمدير الكليه الحربيه او اللي بيعمل لك كشف الهيئه بيسالك ايه موقفك من الكليه الجويه. بتقول له موقفي تمام، بتقول له موقفك عادي، بتقول له موقفك عادي جدا. سواء انت مكمل في الاختبارات او انت رصدت لا قدر الله، سواء انت حابب الكليه الجويه او لا، ده حاجه ترجع لك يعني. انا بقول لك اللي بيحصل. آه، بعد كده بيحصل بينكم نوع من انواع المناقشه. عايز تدخل الكليه الحربيه ليه؟ حابب الكليه الحربيه ليه؟ ما تقول عايز تطلع تبقى ظابط ليه؟ ساكن فين؟ ايه المشاكل اللي بتواجه البلد؟ هو مش عايز الاجابه على قد ما عايز يشوف طريقتك في القاء الاجابه. طيب بمعنى ايه؟ انت مثلا هو قال لك مثلا انت لو انت مرعوب من جواك او حاسس انك مش واثق في نفسك، اي اجابه انت هتقولها حتى لو كانت اسمك هتقولها بطريقه مش واثق في نفسك كده، فالطريقه مش هتعجبه. فهو مش ده اللي هو عايزه. هو عايز مش يعني ان شاء الله ما تكون انت مش حافظ الاجابه، بس الفكره انك تكون عارف او واثق في نفسك وانت بتقول الاجابه، حتى لو كانت غلط صح، وده مش اللي يهمه. هو اللي يهمه طريقتك في القاء الاجابه نفسها. يعني هو مثلا لو قال لك اسمك الثلاثي ايه، مع انك انت اول ما بتخش بتقدم نفسك ممكن يقول لك اسمك الثلاثي ايه، هتقول له مثلا انا احمد عصام محمد رياض، انا اسمي احمد عصام محمد. هتقولها له بطريقه فيها نوع من انواع الرهبه، انك خايف من الجو اللي انت محطوط فيه. قدامك لواءات عمرك ما شفت العدد ده قبل كده. مدير الكليه الحربيه اللي انت بتشوفه في التلفزيون عمال يكلمك، او السيد الرئيس عمال يكلمك في الموضوع مرهب انا معاك، بس الفكره اللي هو ده حلمك. فانت لو خايف او شايف انك مش قده، ما تقدمش من دلوقتي. فاهمني؟ ما تقدمش من دلوقتي وما تتعبش نفسك وما تتعبش اهلك معاك، يعني المصاريف برضو بقت غاليه. فانت لو مش قد الموضوع ده ما تقدمش. انا ده من رايي يعني، ما فيهاش اي راي تاني. مش قد الموضوع ده ما تقدمش. الموضوع 1+1=2. واثق في نفسك، راجل كده في نفسك، رياضي، مجموعك عالي، باري والديك وربنا راضي عنك، هتتقبل. ما فيهاش ولا واسطه ولا واسطه بقى. فكك من الجو الحمضان ده، بلا واسطه مش بالواسطه. انت لو ربنا كاتبها لك ان شاء الله هتقبل. لو ربنا مش كاتبها لك، لو معاك السيسي نفسه او معاك رئيس الكليه الحربيه نفسه، مش هتقبل. ف استهدى بالله كده وخليك واثق في نفسك. واليوم ده على قد ما هو مهم جدا ويعتبر همزة وصل او فيصل بين الاختبارات وبين قبولك في الكلية، بس على قد ما هو سهل جدا، وانك ما بتعملش فيه اي مجهود بدني عكس الاختبارات اللي فاتت. ما بتعملش فيه اي مجهود بدني خالص. هو كل المجهود اللي بيطرأ عليك او اللي جاي عليك هو مجهود نفسي مش اكتر، مجهود نفسي بس مش اكتر. بس اليوم ده سهل جدا، ما تقلقش. بتخلص الاختبار وبعد كده بتروح وبتستنى النتيجة النهائية. النتيجة النهائية دي زيها زي نتيجة الثانوية العامة بالظبط، دي اللي بتحدد قبولك في الكلية الحربية. وتشوف الرسالة اللي الناس كلها عارفاها، اللي هو كده رقم كذا 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 تم قبولك في الكلية الحربية. ان شاء الله الرسالة دي تيجي للجميع، او تيجي للي يستحقها، او تيجي للراجل السوي، ما تجيش لواحد مريض نفسي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. الاختبارات كلها ان شاء الله هتنزل على القناه دي. الاختبارات كلها بادق التفاصيل الممله هتنزل على القناه دي. اكتبوا لي تحت في الكومنتات مستنيين ايه الفتره الجايه، او ابدا بايه، او ايه العيادات اللي ان شاء الله ابدا بيها. عرض التدريب الاونلاين، والوصول للجسم المثالي والوزن المثالي اللي طلباه الكليه الحربيه وكليه الشرطه، والتدريب على الاختبار الرياضي الاختبار الرياضي للحربيه والشرطه. انزل دلوقتي في صندوق الوصف هتلاقي رقمي، ابعت لي على الواتساب كلمة تدريب، هبعت لك كل التفاصيل ان شاء الله، ونبتدي سوا التدريب. متقلقوش يا رجالة، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. السلام عليكم.